وصفتنا لليوم من أنواع الحلويات الرمضانية السهلة جدا. وصفة بسبوسة، لكن مو أي بسبوسة، بسبوسة بالشعيرية الباكستانية، طعم وشكل ولذاذة. خليكم معي بالمقادير، جدا سهلة. أول شيء طبق راح أضيف بيضتين. دايما مع البيضتين راح أضيف فانيليا، إذا يكون متوفر الفانيليا السائلة يكون أفضل، خصوصا بأنواع البسبوسة. دائما مع البيض أضيف خل، ضروري جدا مشان تختفي عندي ريحة البيض. راح أضيف عليهم نص كوب من السكر ونص كوب من الزيت وعلبة قشطة كاملة. شوفوا المقادير، هذه مقاديرنا بالبداية. راح أخفقهم بخفاقة أو بأي شيء، أو خفاقة يدوية، مجرد بس أخلط المقادير مع بعض. بعدين بعد ما أخلطهم مع بعض راح أضيف عليهم كوب ونص من السميد. وإذا تحبوا طعم جوز الهند بالبسبوسة تقدروا تشيلوا ربع كوب من السميد وتضيفوا بداله نص كوب من جوز الهند. وراح أضيف معاها طبعا مع المقادير ما ظهرت بالفيديو، عندي ملعقة أكل ممسوحة مو مليانة مرة من البيكنج باودر. خلطنا هون المقادير وهذا قوامه. راح أدهن صينية أو بايركس تكون حجمه وسط، راح أدهنه بزيت أو تحبوا طحينية، وراح أوزع مقدار البسبوسة اللي سويناها مع بعض على كل الأطراف. أحاول أفردها أوزعها على كل أطراف البايركس. بعد ما أوزعها عندي راح أضيف عليهم شعيرية باكستانية. هذا شكل كيس شعيرية الباكستانية، وحاليا متوفرة بكل الأسواق والسوبر ماركات متوفرة. أحاول أكسرها بإيدي بالكيس. بعدين راح أوزع على الوجه كله، أحاول طبقة كاملة من شعيرية الباكستانية. وبهالمرحلة يكون عندي أكيد الفرن حامي، راح أدخله على حرارة تقريبا 180 من تحت. بعدين أشغل عليها من فوق وأخليها تتحمر من فوق. وهون هذا شكل بسبوستنا بعد ما طلعت من الفرن وأخذت لون جميل. راح أوزع عليها وهي حارة، ضروري وهي حارة راح أوزع عليها علبة نستلة حليب مكثف محلى، علبة كاملة. راح أوزعها على كل نواحي البسبوسة بحيث تغطى كامل. وضروري جدا بعد ما أوزع الحليب النستلة راح أغطيها بصينية لعدة دقائق، دقيقتين 3-4 فقط، تشرب بهالطريقة، تشرب معايا الصوص. بعدين أتركها تبرد تماما، وهون راح أقطعها وراح نزينها مع بعض. تحبوا تزينوها بفستق حلبي، تحبوا بلوز، تحبوا بأي شيء، بجوز الهند، أي شيء متوفر عندكم. تحبوا تاكلوها سادة كمان لذيذة يعني. وهاي كانت وصفتنا لليوم من وصفات اللي لازم تعتمدوها برمضان. سهلة، دايما كنا ندور على وصفات سهلة وسريعة ولذيذة. متأكدة إذا جربتوها راح تعجبكم كثير كثير، وأي حدا راح يذوقها راح يسألكم عن الطريقة. طبعا طريقة كاملة راح أنزل تحت الفيديو بالوصف. وبآخر الفيديو لا تنسوا تفرحوني بلايكاتكم الجميلة مثلكم. وأي سؤال على البسبوسة أو أي سؤال أو أي وصفة حابين إني أساويها معاكم الأيام الجاية اكتبوا لي بالتعليقات، وبإذن الله الأيام راح أكثر من الوصفات وراح أنزل وصفات كثيرة سهلة، وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم.